السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم خديجة. نتمنى ان شاء الله باش تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو جديد واللي جيت نشارك معكم من خلاله طريقة تحضير الحوت كواري بالخضار اللي حضرته في الحماس. يعني ما حضرته لا في الكوكوط ولا في الطاجين، بغيتو يجيني طيبه ديال الكوكوط ولكن في نفس الوقت تجي فيه اللذة ديال الطين. صراحة كيجي لذيذ وكيجي زوين. الحوت كواري يعني غني عن التعريف، بالخصوص بالنسبة للناس اللي كيطيبوا بزاف، والطرق كتختلف بزاف. يعني كاين اللي كيديروا بالخضار، كاين اللي ما كيديروش بالخضار، يعني الطرق كتختلف. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في التحضير ديالو. وبالنسبه للناس اللي ما كيدخلوش الكوزينه بزاف، ما مولفينش يطيبوا بزاف، غنحاول كذلك باش انني نبسط الطريقه باش هكذا تعم الفائده. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وقبل من هذا الشيء ما تنسونيش من لايك والبارطاج للفيديو، تخليوا لي تعليقكم الزوينه اللي كتفرحني وكتشجعني، وتشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يزوروا القناه تفعلوا جرس التنبيهات باش هكذا يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمكونات عندي 6 ديال المطيشات كبار محكوكين. غادي نحتاج كذلك الطماطم مصبره، يعني مطيشه الحك تقريبا واحد معلقه كبيره. غادي نحتاج كذلك للربيع، عندي هنايا قزبر ومعدنوس انا كنحتفظ بهم في المجمد. عندي تقريبا واحد 5 ديال المعالق كبار. بالنسبه للتوابل هنايا نفس التوابل اللي غادي ندير الحوت هما نفسهم اللي غادي ندير الخضره. يعني هنا غادي نعطيكم الكميه اللي درت فيهم بجوج، ومن بعد غادي تشوفوا معايا. فغادي ندير القياس اللي غيكفيني الخضره، وغادي نخلي القياس اللي غادي يكفيني الحوت. بالنسبه للبزار والكركم اللي هو الخرقوم البلدي وسكينجبير عندي تقريبا واحد معلقه كبيره. وبالنسبه للكمون والتحميره فكندير الكميه زايده شويه، تقريبا واحد معلقه كبيره ونص بالنسبه للكمون، ومعلقه كبيره ونص بالنسبه للتحميره. وعندي كذلك واحد 5 ديال الفصوص كبار ديال الثوم محكوكين. غادي نحتاج لزيت نباتيه تقريبا واحد نص كاس. وفي الاخر فغادي ندير شويه ديال زيت الزيتون. يمكن لكم تخلطوا الا بغيتوا طيبوا حتى بزيت الزيتون، تخلطوا ما بين زيت البلديه والزيت الروميه. عندي هنايا واحد 4 ديال الخيزوات كبارين مقطعاهم على شكل دوائر كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للكفته ديال السردين انا عندي هنايا 2 كيلو ديال السردين اللي كان سبق ليا وغسلته ونقيته وطحنته كفته. عندي هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الروز العادي البيض اللي غسلته مزيان وسلقته نص سلقه. عندي كذلك واحد 2 فلفلات كبار اللي قطعتهم حتى هما دوائر، وكذلك واحد 2 مطيشات حتى هما اللي مقطعين دوائر. عندي هنايا الحامض الطري اللي غادي ندير الكفته ديال السردين، وعندي الحامض مسير والزيتون اللي غادي نزين بهم. وعندي الملح تقريبا واحد معلقه كبيره مع مراش بالنسبه للكفته ديال السردين، وكذلك واحد معلقه صغيره بالنسبه للخضر، والملح كيبقى على حسب
لكم عاوتاني تكثروا من الخضره، ديروا كيما شفتوا انا اليوم درت معكم غير خيزو بوحدو، فيمكن لكم تضيفوا كذلك حتى البطاطا. طرق كتختلف، وحتى فاش غادي طيبوه حتى هو اللذه كتجي مختلفه. يعني الا درتوه في الكوكوط ماشي هو الا درتوه ماشي هو الا درتوه في الطاجين، فكل حاجه والبنه ديالها. ان شاء الله دابا نتقاسم معكم بعض الطرق في فيديوهات قادمه ان شاء الله. فغدا نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل هذيك الكفته كامله اللي عندي. هنايا من بعد ما قلبت خيزو لقيتو بلي مبقى ليه والو ويطيب، صافي بديت كندير في ديك الكويرات ديال الكفته. كيف ما كنعرفوا فالحوت ولا الفلفله ولا مطيشه ما كياخذوش الوقت بزاف باش يطيبوا. داكشي علاش يعني حتى يكون خيزو دخلوا الطياب مزيان. عاد باش ديروا الكفته ديالكم ومن بعد بديت كندير في القطع ديال الحامض مسير والزيتون حتى هو. وغادي نضيف الفلفله والدوائر ديال المطيشه. انا كيف ما كتشوفوا معايا فدرت شويه القياس كتير على الحماس اللي عندي، ولكن ماشي مشكل. فغادي ندير واحد المعلقه ما بين الغلاقه والحماس باش هكذا ما يفيدش ليا داكشي، حيت الا غطيته غادي يفيض. وثاني راه ملي غادي يطيب راه غادي يهبط داكشي، يعني ما غيبقاش هكذا عالي كيف ما كتشوفوا. غنوريكم من بعد. وهنايا رويت بالماء وغادي نخليه يطيب على خاطرو فوق عافيه مهيله. بالنسبه لحيت انا دايره كي قلت لكم الكميه كثيره شويه على الحماس اللي عندي، فغادي ندير واحد المعلقه ما بين الغلاقه وما بين الحماس باش هكذا ما يفيدش ليا. بما طيب ليا الخضره واحد شويه ويطيب داكشي كامل فغادي يهبط وغتولي الغلاقه كتسد. ديك الساعه عاد باش غادي نحيد هذيك المعلقه وغادي نخليه باش يرجع عليه هذاك الصهد والغلاقه مسدوده ويطيب دغيا. فملي ترويو حاولوا مره تقلبوه وتشوفوا واش نشف من الماء اولا غادي خصكم تزيدوا واحد شويه باش هكذا يطيب لكم داكشي وما يجيكمش عاوتاني محروق. نساوه من الربع. وهنايا كيف ما كتشوفوا فها هو طايب، خصو غير يتشرب ليه واحد شويه من البلول. عاوتاني ما تخليوش يتشرب بزاف حيت بلي غادي نطفيو عليه وغادي تعاودوا ترجعوا تقلبوا وغادي تلقاو ما بقاش فيه البلول نهائيا، يعني خليو شويه فيه البلول زايد. طبق اليوم بعد ما وجد فهذا هو الشكل ديالو نهائيا بعد ما درته في طبق التقديم. صراحه كيجي زوين وكيجي لذيذ بزاف، يعني ولو اننا غادي ناكلو في طبق اللي هو عادي يعني في التبصيل فكتبقى هذيك اللذه ديال الطين. وكي قلت لكم صراحه كيجي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.